انا في الفيديو ده مش جاي اقول لك ازاي تحافظ على ال 24 ساعة في اليوم ومش تضيع فيهم اي وقت، لا نهائي. انا جاي اقول لك ازاي ال 24 ساعة دول تطلع منهم وقت اضافي، بحيث في نهاية اليوم ما تجيش تقول الحمد لله اليوم عدى، لا نهائي. تيجي تقول الحمد لله انا طلعت وقت من اليوم ده، انا انجزت حاجات كتير النهاردة. فبكل بساطة هات قهوتك الجميلة وورقة وقلم وركز معايا. السلام عليكم، انا خالد. تحياتي لكم كلكم بدون أي مقدمات. الفيديو ده بعنوان اصنع وقت مش حافظ على وقتك. إزاي؟ إنك بتيجي في نهاية كل يوم بتفكر في الوقت اللي بيضيع في اليوم، إن كان في المواصلات، إن كان وقت أنت ما انتش واخد بالك إن هو وقت ممكن تستغله في حاجة مفيدة. لا، أنا الوقت ده ضاع مني معرفتش أستغله صح. ده اللي هعرفهولك في 3 خطوات بسيطة ازاي تتغلب على الوقت اللي بيضيع ده وتستغله لوقت اضافي تستغله لصالحك. ده اللي هعرفهولك في 3 خطوات بس. ماذا تريد ان تضع له وقت؟ انت الوقت ده محتاجه علشان ايه؟ اول ما تعرف انت الوقت ده محتاجه ليه، انت كده انجزت نص السباق. هل محتاجه عشان الدراسة؟ هل تحتاجه علشان عندك مهام محتاج تخلصها؟ هل محتاجه علشان شغل؟ انت محتاجه علشان ايه؟ هتنجز ايه في الوقت ده يا صاحبي؟ تسأل نفسك كل يوم ايه هدف النهاردة. انت كده حطيت المهام او الهدف اللي انت محتاج تخلصه ده في اولوياتك، بحيث ان انت هتفضل تدور على وقت وتصنع له وقت علشان تخلصه، وهيكون في ذهنك طول اليوم. العصفور نفسه عنده هدف، هو عارف ان الصبح هيجي هيخرج من القفص او يتحرر علشان يجيب اكله، فعنده هدف. فانت برضو لازم يكون عندك هدف واضح وصريح. تاني خطوة التركيز التام. قاوم الإلهاءات اللي انت عارف ان هي إلهاءات وبتضيع وقتك. مش هنضحك على بعض، كل واحد عارف وقته بيضيع في ايه، واكتر حاجة بتضيع الوقت وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا ما ينفعش تعيش في كهف وتتخلص من التليفون، مجبر اخاك لا بطل. في زماننا ده ما ينفعش خالص ان احنا نستغنى عن التكنولوجيا، ولكن يمكننا إعادة تصميم الطريقة التي نستغل بها التكنولوجيا لتوقف دورة التفاعل. أبسط مثال، أنا من النوع اللي لما بجوع مش بعرف أركز وبفضل أفكر. فطبعا جاي من الدرس هاكل ايه، هدخل اذاكر، طب هشرب ايه، طب العصير، طب الشاي، طب الكلام ده كله. طب عالجت الموضوع ده ازاي؟ بالصوم. ان انا النهارده صايم خلاص مش هفكر في الاكل نهائي. انت برضو لازم تشوف المشتتات، كل واحد عارف وقته بيضيع في ايه وايه اللي بيشتته. مش تقللها، لا تمنعها نهائي. مش تسيب اي ثغرة، لان الثغرة دي انت سايبها علشان ترجع مش علشان حاجة تانية. اقفل باب مشتتاتك ده نهائي، وبعد كده هتكون فرغت دماغك لكل الحاجات اللي انت محتاج انك تركز فيها. تالت خطوة استخدام الجسم لإعادة شحن العقل. علشان نتمكن من التركيز ووضع الوقت للحاجات المهمة، عقلك بيحتاج تجديد للطاقة اللي عنده دي. والطاقة بتيجي من إنك تعتني بجسدك، بالتمارين الرياضية والأكل الصحي والنوم والهدوء برضو كذلك. الأمر مش بالصعوبة التي تبدو عليه نهائيا، ولكن الإعدادات الافتراضية لأساليب حياتنا في القرن اللي احنا عايشين فيه ده بتتجاهل نهائيا تاريخنا التطوري، وبتسرق مننا الطاقة. على الرغم من إن حياتنا خرجت عن السيطرة، لكن فيه كتير من الحلول السهلة. طبعا الفيديو الجاي إن شاء الله هقول لك أكتر من 20 حل عشان تقدر تعمل ال3 أشياء المهمين في يومك اللي طبعا شرحناهم، ومن خلاله هتقضي نهائيا على تضييع الوقت، وتقدر كل يوم تكون عارف يومك ضاع على ايه. وبس كده. وطبعا انا خالد وبعمل لك فيديوهات بانتظام هناك لما اكون فاضي، انما هنا لا، بنعمل فيديوهات بانتظام. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الفيديو اللي جاي ان شاء الله. حط لي لايك، احط لك لايك. وبس كده، مع تحياتي لكم، السلام عليكم.